السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم قناه رشا في المطبخ. يا ريت لو بتشوفوني كده لاول مره اعملي لايك للفيديو وادخلي اشتركي عندي في القناه عشان اي فيديو بنزله يوصلك على طول. وكل سنه وانتم طيبين وبخير يا رب وسعاده. تعالوا بقى هنعمل مع بعض كده الكبده الاسكندراني البلدي، حلوه جدا هتعجبك وسهله وبسيطه وسريعه. هنا معايا بقى كده كيلو من الكبده البلدي، حلوه جدا صراحه. خدتها كده غسلتها كويس، وهبتدي بقى اقطعها كده. قطعيها بقى زي ما انت عايزه، شرايح رفيعه وتخينه براحتك زي ما تحبي. قطعتها كده كويس جدا. انا الصراحه بحبش احط على الكبده بصل. انا هنا ايه هتشوفوا معايا دلوقتي انا هعملها ازاي. بس المهم ايه، ما تنسيش تحطي اللايك بتاعك وتكتبي لي بقى كومنت حلو كده تشجعيني فيه. وكل سنة وانتم طيبين. وما تنسيش برضو تضغطي على كلمة الكل عشان يوصلك اي فيديو بنزله. قطعتها كده بالشكل اللي انت شايفاه ده. الكبدة البلدي بتبقى حلوة جدا صراحة، احسن من اللي هي المجمدة. في السوا بتبقى حلوة جدا وطعمها كمان بيبقى حلو خالص. هي غالية شوية بس الصراحة حلوة. احنا مش بنعملها على طول يعني، برضو كل فين وفين كده لما بعملها مرة. هنا بقى قطعتها خلاص كده زي ما انتوا شفتوا. جبت بقى كده الطاسة بتاعتنا على النار، ضفت فيها كده معلقة كبيرة كده من الزيت، وسبتهم كده يسخنوا خالص معايا. بعد كده بقى هنزل بالقطع بتاعتنا بتاعت الكبدة زي ما انت شايفة كده. بصي يعني هي اسرع حاجة ممكن تعمليها لو انت مستعجلة. ممكن بقى تاكليها جنب مكرونة، تعملي لها مكرونة بالصلصة او تاكليها بالعيش البلدي. يعني هي شغالة معاكي كده وكده. هي اسرع حاجة ممكن تعمليها لو في يوم بقى مش فاضية او مشغولة او كده. هتعملي الكبدة مش هتاخد معاكي وقت خالص خالص يعني، بالكتير خالص 10 دقايق هتكوني محضرة الاكل. سبتها كده على النار وقلبتها، خدت صدمة كده من الجنبين. بعد كده نزلت عليها بقى بعصير ليمونتين كده، عصير ليمونتين. وهبتدي بقى اقلبهم كده ايه الليمون كده في الكبدة، واسيبها لمدة دقيقة واحدة بس على النار. هي بتاخدش وقت على فكرة في السوا، يعني هي بتستوي بسرعة جدا. وحاولي ما تطوليش بيها على النار عشان ما تسودش معاكي. قلبتها يا دوب دقيقة كده مع الليمون. بعد كده بقى نزلت بتوم مفروم، ومعايا ملح، ومعايا بابريكا وفلفل اسمر وكمون. الكبدة ما تحلاش الا بالكمون، كتري كده حطي معلقة حلوة كده كبيرة كمون. وهبتدي اقلبهم بقى كده كويس. يبقى انا حطيت الثوم والملح وفلفل اسمر ورشة بابريكا ورشة كمون ورشة من الكزبرة الناعمة. قلبتهم بقى كده شوية برضو لمدة دقيقة كده مع بعض عشان تشرب كده من الثوم والتوابل. بعد كده بقى نزلت عليها بقى بالشطة الخضراء اللي هي الحراقة دي، الحامية حلوة جدا بتديها طعم حلو قوي. لو ما بتحبيش الحراق او ولادك مثلا هتقطعي فلفل اخضر وتحطيه. بس هي الشطة الحراقة دي بتدي لها طعم وريحة احلى كمان. كده خلاص هسيبها لمدة دقيقتين 3 بس، وهطفي عليها النار. اول ما تستوي معاكي اطفي عليها على طول، عشان لو طولتي فيها في السوا على النار هتبصي تلاقيها اسودت معاكي خالص. هنا بقى قطعت كده كزبرة خضرة كده زي ما انت شايفة، ونزلت بقى بطبق الكبدة بقى كده في الطبق، وجنبها بصل اخضر بقى، وحطيت كده طبق مخلل، وكمان بقى العيش البلدي الطري ده. وحضرت كده الغدا في ثواني، ما اخدش مني وقت خالص. واحلى غدا واحلى حاجة مغذية ومفيدة الكبدة. كده الفيديو خلص. انتظرونا في فيديو جديد مع